لو عقلك لعبك خده على قد عقلك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يا حبيب اخوك لنفترض ان انت وراك شغل او وراك حاجات معينه لازم ان انت تخلصها، بس عقلك رافض ان انت تبدا فيها اصلا وعمال يلعبك ويحط لك حدود وحاجات تمنعك من ان انت تبدا في الحاجات دي. زي مثلا ان هو يقول لك مش هيحصل حاجه لو اجلنا المذاكره دي لبكره، او ان هو يقول لك ناكل الاول وبعدين نذاكر. طب بص هنتفرج على الحلقه الفلانيه في المسلسل الفلاني وبعدين نذاكر. او بص لا احنا نفتح الواتس نشوف مين اللي بعت عشان نقدر الناس. او لا 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 بص احنا هننام دلوقتي وهنصحى بكره نشتغل جامد. هنا عقلك بيلعبك. ازاي بقى تاخده على قد عقله؟ انت هتقول ان انت مش هتشتغل ولا هتعمل اي حاجه، انت بس هتكتب الحاجات اللي هي ايه، الحاجات اللي وراك واللي المفروض ان انت تخلص عشان بكره تبدا يعني على طول من غير تسويف. وابدا ساعتها اكتب الحاجات اللي وراك. هتلاقي في حاجات سهله كده وممكن تنجزها بسرعه. يعني حاول ان انت تبدا في الحاجات اللي هي السهله دي، وكده كده مش هتاخد وقت منك وهتخلصها. وبعد كده نام. ساعتها انت هتلاقي نفسك بعد ما بدأت في الحاجات دي دماغك بدأت ان هي تدخل في مود الشغل، وعقلك عارف ان مفيش مهرب ولازم يكمل. بس كده. اشوفك بقى المرة الجاية على خير ان شاء الله. سلام.